بدأنا نتكلم على حاجة اسمها reported speech. reported speech يعني معناها الكلام المنقول. لو جينا بصينا هنا على الرسمة اللي أنا رسمها فوق، في حد هنا قال حاجة للشخص ده اللي هو بالأزرق ده. الشخص ده كان الكلام اتقال الصبح، نقل الكلام الشخص اللي بالأزرق ده نقل الكلام بالليل لشخص آخر. فاللي هو باللون الأزرق ده، الشخص اللي باللون الأزرق ده إحنا بنسميه الناقل، يعني الشخص اللي بينقل الكلام أو الليسنر المستمع. أما الأسود ده بنسميه اللي هو السبيكر، اللي هو المتحدث. السبيكر لما بيطلع حاجة من بقه يبقى هنا جملة دي اسمها دايركت. يعني دايركت يعني طالع بشكل مباشر من فم الشخص اللي هو السبيكر. أما اللي بيتنقل اللي هو بينقله اللي هو الشخص الناقل اللي هو بالأزرق ده، الكلام ده بنسميه indirect، يعني كلام غير مباشر. يبقى احنا ازاي نحول الكلام المباشر لغير مباشر أو ننقل الكلام؟ وعشان كده بنقول على reported speech معناها الكلام المنقول. تعالوا نشوف مع بعض ايه الأنواع اللي بتتنقل. احنا بننقل لا إما جملة statement أو بننقل question، بننقل سؤال. طب تعالوا نشوف ازاي ننقل أو تجيب لنا جملة ازاي. لو جاي مثال زي كده I like ice cream. I like ice cream. في الحالة دي هو يقول لك say أو says أو said. لو ما جاش بعدها اتقال لك لمين، فأنت في الحالة دي أنت هتنزل say أو says أو said زي ما هما. كلام جميل. طب لو هنا جالي say to says to said to، لا، هنا أنا عندي هنا to بعدها المخاطب اللي هو الشخص الناقل اللي هو كان لونه أزرق ده. يبقى هنا أنا عرفت هو اللي قال لي مين، قال للشخص الأزرق ده، لكن فوق أنا ما كنتش عارفة هو قال لي مين، مش عارفة مين المخاطب. ففي الحالة دي أنا بضطر أحول السي to إلى tell، والسيز to إلى tells، والسيد to إلى told. إذا خلي بالك إحنا في مخاطب، يبقى سيد أنا مش محتاجة مخاطب بعدها، لكن تيل وتيلز وتولد أنا محتاجة مخاطب، أنا محتاجة مخاطب. طب وبعدين قال لك عندك العلامات اللي بين الأقواس دي إحنا لازم نشيلها ونربط بأداة ربط ما بين فعل القول أو الإخبار وما بين زي ده أو ده وما بين الجملة اللي اتقالت. فإحنا بنربط هنا لأن دي جملة أهي جملة ستيتمنت، أنا بربط بحاجة اسمها زد. هل ينفع نشيل زد؟ عادي، ممكن نحطها وممكن ما نحطهاش، الاثنين ينفعوا، الاثنين ينفعوا. وبعدين قال لك لو أنت لقيت أي ضمائر زي مثلا كاتب لك هنا لو هنا ده ضمير فاعل يبقى ركز على السبيكر اللي هو ده اللي كان بيتكلم. مين اللي كان بيتكلم؟ سألك شي سيز كذا، يبقى هنا احول الاي لشي. طب لو هنا كان في ولد محمد احمد يبقى احط هنا هي. خلاص، يبقى انا بحول الاي لا اما هي وشي حسب السبيكر اللي هو ده بنت او ولد ولا مين بيتكلم. طيب اي. طب وبعدين في الزمن، ما هو انت كان قالوا هنا الصبح ورجع هنا الكلام اللي قال بالليل في فتره زمنيه. اذا اصبح المضارع اي زمن مضارع الزمن بينزل درجه، لان قبل ما بيتنقل الكلام بياخد وقت، فبالتالي الفتره راحت عدى عليه اصبح ماضي. وبالتالي لو شفت اي حاجه مضارع اي زمن مضارع هخليه في الماضي، يبقى شي هتبقى like it. she like ice cream. she like ice cream. يبقى she said that she liked ice cream. أنا نقلت إن هي بتقول إن هي كانت ذاتي هي كانت بتحب الآيس كريم، ده اللي هي قالته. يبقى أنا نقلت هنا الكلام. طيب بغير فعل القول. لو ما عنديش بدون مخاطب يعني ما فيش مخاطب أنا بحط ست. بحط إيه؟ ست اتقال أو ريبلاي أنا برد. تمام؟ أنا برد على حد. ثلاثة ممكن أقول كلمة فلين. أنا بشكي مش هقول لك أنا بشكي مين بالظبط، لأن دي الحاجات أفعال اللي مش محتاجة أبعتها. لكن لو أنا عندي مخاطب، لا لو عندي مخاطب يبقى هاخد في الجملة بالذات، أنا بنقل هنا جملة يبقى هاخد told، لأن told ما كده بعدها مخاطب، told بعدها مخاطب. طبعا المضارع بتاعها زي تيل بتنزل معاكوا برضه مفيش فرق. تمام. كمان من الحاجات اللي ممكن يبقى فيها مخاطب زي مثلا الولاد promised، هي وعدتني مين؟ وعدتني انا، يبقى انا محتاجه مع
أو persuaded أقنعتني برضو convinced persuaded promised told. الحاجات دي كلها محتاجة بعدها مخاطب. غير كده أنا معايا said أو reply أو complain. الحاجات دي مش محتاجة أنا بعدها أحط بعدها أي مخاطب، لكن هنا أنا محتاجة. طبعا دي الجمل بتاعتنا اللي بتيجي في كله، ودي بالمعظم بتيجي في كله، ودي البدائل بتاعتهم. والخطوة الثانية إن أنا هربط بحاجة اسمها ذات، أدي ذات. وبعدين الخطوة الثالثة هننزل بالفعل بتاعنا. قبل ما انزل بالفعل ابص على الضمير. والله لو عندي اي ابص على السبيكر، هو كان بنت يبقى شي، كان ولد يبقى هي. تمام، كلام جميل. والزمان كان زد بي، يعني لو كان هنا جاي كاتب لي اس وفيرب في اي ان جي، طب ما هتنزل تبقى واص واحط الفيرب في اي ان جي عادي. طب انا بقى لقيت في جملتي اصلا ماضي، يعني تصريف تاني. ما هو التصريف التاني لما بيرجع للاقدام بيتحول الى هاد والتصريف الثالث. لكن لو تلاقي بقى هاد والتصريف الثالث ما عادش في الماضي حاجه من بعد هاد والتصريف الثالث، لان هو الحدث الاولاني في الماضي، اذا بسيبه زي ما هو. يبقى لو تلاقيت تصريف تاني هنزل على هاد والتصريف الثالث. تلاقيت مضارع يعني الفي 1 يبقى هنزل على الفي 2 اللي هو التصريف الثاني الماضي. لان التصريف الثاني هنزل على هاد والتصريف الثالث. بنزل درجه، بنزل الماضي حسب الزمن الموجود عندي. كلام جميل. طيب وبعدين لو عندي بقى ضمير مفعول دايما، لان هو مين ده؟ اللي هو الشخص الناقل اللي هو يو. فلو تلاقيت ضمير مفعولك هنا يو، لا هتحوله لمين؟ لان هو اللي بينقل الكلام، هو اللي نقل الكلام. فلو تلاقيت يو، يعني مثلا لو هنا ادي مثال عشان اوضح اكتر. لو قال لك مثلا حد قال حاجه بين قوسين ايه؟ الكلام ده هنا دايركت مباشر. I love you، انا بحبك. فايه اللي هيحصل؟ خلينا نقول ان هي قالت كده، she said، هي قالت. she تنزل زي ما هي، حاول اشيل الالفاظ واحط ذات. الاي هتبقى she واللاف هتبقى لاف. طب ما هي يو هي قالت ان هي بتحبك انت، يبقى هي يو ده مفعول، ده مش فاعل، ده الشخص الناقل. يبقى الناقل هنا ده هيتكلم بين الكلام، يبقى هيقول ايه؟ مي، هتبقى دي. خلي بالكم هنا اي فاعل قبل شي وهي، المفعول اتحولت الى مي، اتحولت الى مي، لان انا اللي بنقل الكلام، الناقل نفسه. تمام؟ طيب كمان كلام جميل. طب تعالوا بقى نشوف نفس النظام ده ايه اللي بيحصل بقى لو انا بنقل بقى اسئله. بس الاسئله نوعين، عندنا في اسئله نوع يس ونو كويشن، ونوع تاني دبليو اتش كويشن، يعني اسئله بجاوب فيها بيس او نو. زي ما اقول لك دو يو لايك ايس كريم، بتحب الايس كريم. فالرينا الراجل ده بيسال، قال لك نفس الموضوع ده. عندنا فيه برضه خطوات في فعل التخبير او فعل الخبر. قال لك لو بتنقل سؤال او بتنقل سؤال، خلي بالك ان انا لو بنقله وما عنديش هنا مخاطب، خلاص ما عنديش مخاطب. ولو عندي هنا مخاطب هعمل ايه؟ قال لك لو عندك مخاطب انت بتحط حاجه اسمها قصد، ما اسمهاش قصد كده، اسمها قصد. لو عندي مخاطب يبقى مثلا محمد قصد مثلا احمد. لكن لو عندي هنا بدون مخاطب، لا، احنا ممكن نحط كلمه inquired، يعني كان بيستفسر. wanted to know، كان عاوز يعرف. او مثلا wondered، كان بيتعجب او بيتساءل، كان عاوز يعرف، كان بيستفسر. طول ما هو ما فيش مخاطب، في مخاطب عارفه ان مين سال مين، يبقى حولها اللي هي افعال القول زي ست وهكذا، احولها الى قصد في السؤال. والله سواء كان السؤال ده او السؤال ده. هيك قالت. طب وبعدين هنربط بايه؟ قال لك لو سؤالك يس ونو كويشن احنا بنربط بحاجتين، لا اما اف لا اما وزر. خلي بالكم من دي، وزر اللي فيها 2 اتش، ايوه اتش هي في الاول اتش في الاخر، وذر، ومعناها هي طلبت مني او تعرف اذا انا كنت بحب ولا ما بحبش. اذا خلاص. طب وبعدين لو الدبليو اتش مثلا سؤال بدأ بوات وير وين، اي سؤال من ده هاو منها ماتش، اخد اداه الاستفهام دي وانزلها هي مكان اداه الرد. يعني لو كان في وات يبقى احط هنا وات، كان في وير انزلها زي ما هي. طب وبعدين قال لي خد
زي ما بعمل السؤال بجيب فعل مساعد، لا، هاتولي بعد الويزر والاف والوات او اداه استفهام هاتولي فاعل، يعني اي هي شي ات يو بي داي، براحتنا خالص. وبعد كده فعلك بينزل درجه، فعلك بينزل درجه. لو مضارع يبقى ماضي، لو ماضي تام، ماضي مثلا تام هيسيبه زي ما هو، يعني الحد والتصريف التالي ما تنسوش. طب والفيتو اللي هو الماضي البسيط نزله الحال في التصريف التالي. تمام؟ وننزل درجه بالزمن، وابدا اغير الضمائر بتاعتي طبعا طبقا للجمله. طب لو فيها علامات تعبيريه يعني زمنيه بتتغير كمان، وهناخدها بعد شويه هنتكلم عليها. بس ركز، بس انا بس بتكلم بديك خلفيه. لان النهارده انت لو بتنقل جمله عندك بدون مخاطب هتحط صدر ريبلاي كلمتين، مخاطب تبقى طول. بتنقل سؤال بدون مخاطب يبقى inquired wanted to know wondered. خلاص؟ بمخاطب يبقى حط قصد عاوز يسمع. الروابط هنا بربط بذات، هنا بربط لو يسمونوا كويتشن اف ووزر، هنا بربط بايه؟ بربط بأداة الاستفهام اللي موجوده عندي. كلام جميل. والخطوات اللي بعد كده جايه واحده. يعني لو احنا عندنا زمن بنزل فيه درجه، لو احنا عندنا ضمير هغيره، علامات زمنيه هنغيرها. كلام جميل. بس يا ترى كل اللي بيتقال لازم ننزل فيه درجه بالزمن، ولا في حاجات مش هقدر اغيرها؟ لا، دي بقى الحاجات التريكي اللي بتيجي في الثانويه العامه، ان في اشياء ما بغيرهاش. وتعالى ما نشوف بتيجي مع ايه دلوقتي، ويلا بينا نشوف ايه هي الحاجات التريكي اللي ممكن تيجي لنا ومش هغير فيها الزمن، استحاله اغير فيها الزمن. ودلوقتي تعالى نشوف ايه الحاجات اللي انا ما اقدرش انزل بالزمن لما اجي انقل الكلام درجه. يعني ما احولوش من المضارع للماضي، ما احولوش من الماضي البسيط للماضي التام، يعني من فيتو لهذا التصريف التالي. التعبيرات دي بتبقى جوه اللي هي البراكتس، اللي هم القوسين، الاقواس، التنصيص. يبقى هنا خلي بالنا زي ما موجود هنا اخده زي ما هو. ايه؟ هنقله بنفس الطريقه مش هغير فيه. يبقى بين القوسين دول انا هنقله زي ما هو مش هغير فيه اي حاجه. تعالى نشوف مع بعض. يلا بينا نشوف اول واحده. لو الكلام اتنقل في نفس الوقت، انا قلت لحد حاجه he said to مثلا someone a minute ago, 10 minutes ago, just now. مش تكتب just now او شفت 10 minutes ago او شفت a moment ago، يعني دقيقه فاتت، 10 دقائق فاتوا من لسه دلوقتي just now. خلي بالكوا just now كل اللي معانا ده في الزمن الفرق بتاعي بنقسمه زي ما هو ما بغيرش، لكن اغير بس في الفاعل بتاعي. يعني لو كان اي شوف مين هيبقى هي او شيء، غير كده لا، فيربك زي ما هو. كمان لو كان فاكت، بس الفاكت شويه ممكن ما اغيرش في الفاعل. يعني فاكت يعني مثلا حقيقه، يعني مثلا لو قلت لكم مثلا ان اللايونز ايت ميت، طب ما دي حقيقه، انت بتنقلي معلومه فاكتس. الاسود بتاكل لحمه، ما ده طبيعي. بتنقلي هنا معلومه، يبقى في الحاله لا، ديت انا هكتبها زي ما هي لانها فاكت. يبقى لو جت حاله الحقيقه كانت كلمه a moment ago 10 minutes ago a minute ago whatever بقى just now، يبقى الكلام هنا مقول لسه مقول دلوقتي، يبقى سيبه على نفس الزمن بتاعه. او لو فاكت هنقلها الجمله كلها زي ما هي. كمان كنا خدنا قبل كده في يونت 1 لو فاكرين، اللي هي التعبيرات الخاصه بالتمام والندم، زي اللي هي I brother I sooner، وكلمه كمان وش اللي هي على وش. قال لك انت ممكن تستخدم I brother و I sooner لما تيجي تنقلها بقى، تنقلها يعني حتى اخد الكلام ونقله. في الحاله دي اللي بيحصل عشان هنا دي اصلا كانت غلط وهي ماضي، فبتنقلها زي ما هي، يعني انقلها كل اللي بعدها زي ما انت عايز. لكن في I wish خلاص انا هغير طبعا الضمائر، بغير الضمائر، لكن الزمن هو اللي ما بغيروش. قال لك لما تيجي بقى تنقلها لازم احولها للماضي، يعني اسمها I wish، وبعد كده تقول كده I او لا شي بقى، انت هنا غيرتها خلاص خليناها لشي، يبقى she wished she، وحط هنا ايه الجمله زي ما هي. والله لو كان بيتمنى اعرف ان انت هيجي لك هنا تصريف تاني في المضارع، لكن لو كان ندمان هيجي لك هات والتصريف الثالث، واعرف منين هتكون لك مع الندم هتلاقي فيها عامل عامل الماضي زي yesterday. yesterday يبقى في الماضي يبقى ده ندم، يبقى اخد هات والتصريف الثالث تنزل زي ما هي. كان تمني
يبقى لا التصريف التاني من المضارع يبقى فعله مضارع باخد التصريف التاني. هو كده قاعده كده بنحبها في يونت 1. كمان لو شفت كلمه يوز تو هي ماضي اصلا، ما تعملش حاجه، ما تنزلش، ننزلها زي ما هي، نزل يوز تو وبالمصدر بتاعها اللي بعدها. الوحيده بس اللي بنغيرها هي كلمه وش تبقى وش، وكلمه اس طيب اللي كنت بستخدمها للنصيحه برضه كانت في يونت 1 ان انا هشيل الاس دي واخليها واص بس كده، بقول it was time وانقل الجمله بعدها زي ما هي زي ما هي. طب ما تيجي ناخد مثال يوضح لنا الكلام ده. لو قلت لكم حد قال حاجه she said to me هي قالت لي I'd rather أو I'd sooner I'd rather I could buy a car أو bought هي bought مرة واحدة الاثنين تنفع. I could buy هنا هي قالت لي إن أنا بتمنى إن أشتري عربية. I'd rather جاب بعدها التصريف الثاني في المضارع يبقى تمام. إذا هنقل الكلام اللي هيحصل الشي تنزل زي ما هي ادي الشي. الست تو هتتحول لحاجه اسمها توم لان الجمله خبريه. طب والمي انزلها زي ما هي وبعدين اشيل اقواس واربط بذات. طب وبعدين الاي عايده على مين؟ مين اللي قالت؟ هي شي يبقى شي وود او اكتب شد عادي شد راذر عادي. بترجع تبقى شي واسيب الفرب زي ما هو ما نغيرش حاجه يبقى شي باتكر. يبقى بالطريقه دي يبقى شي told me هي قالت لي انها ذات شي would rather انها تتمنى شي باتكر ان هي تشتري عربيه. يبقى خلي بالك ادي would rather نزلت بط زي ما هي ما غيرتش في الزمن ما غيرتش في الزمن. نفس الكلام مع اتس تايم ووش. طيب لو شلت هنا مثلا ديت مثلا وحطيت I wish يبقى هنا هعمل ايه؟ يبقى شي هشيل كده وهقول شي هكتبها بالاسود اهو مش هتبقى باينه شي wished بس كده مش اكتر من كده وانزل الجمله زي ما هي ما عدا طبعا المغاير احنا بنغيرها طبعا احنا بنغير. تعالوا بقى نخش نشوف الحته الجايه دي مهمه ركزوا فيها لان فيها تركيه برضه. ماست حد يقول لي ماست الله دي ماست قبل ما تقولي لي ازاي ما بغيرهاش دي ماست ليها اصلا كذا معنى. كلام جميل ماست فعلا ليها اكتر من كذا معنى. تعالوا لما نشوف ماست بامتى نغيرها وامتى ما نغيرهاش. ما بنغيرهاش لو ماست جايه للقانون زي مثلا اقول لك you must follow the rules you must fasten your belt لازم تلبس الحزام الامان. زي لو جايه مع القوانين انا بنزل ماست زي ما هي بالمصدر ما بتاثرش معايا. ناخد مثال اسهل اكزامبل. he said هو قال you must wear or follow you must follow the rules لازم تتبع القوانين. هي مش مصر هنا جايه مع القانون في الحاله دي انا هعمل ايه؟ في الحاله دي ان انا ست تنزل زي ما هي ما عنديش مخاطب يبقى ست احط بعد كده ذات اليو قالت لي انت يو هنا اللي كان بيتكلم المفعول هو كان بيكلمني انا يبقى هنا بتتحول ايه؟ ذات اي لان مفعول هو نقل الكلام يبقى تحول دي تبقى اي. مصدر الجمله ما هي نازله زي ما هي لان متعلقه بالقانون I must follow the rules انا لازم اتبع يبقى هو قال لي انا لازم اتبع الايه؟ الرولز القوانين يبقى must ما بغيرها بس الجمله زي ما هي لما تكون جايه في القانون. غير كده انا هتكلم عليها دلوقتي هتتغير لكن بس في القانون ما بغيرهاش. مع التعبيرات it's a time I'd rather I sooner كمان I wish I used to كمان حقائق مع moment ago any minutes ago just now الجمل اللي بعديها ما بتتغيرش بس ثبت لي الفعل بتاعك بس بغير في السبب. لكن مع الفاكت خدها زي ما هي لان دي معلومه حقيقه ما اقدرش اغير فيها خدها زي ما هي زي الاسود بتاكل اللحمه دي خدها كلها على بعض وما تغيرهاش تعالوا بقى نشوف دلوقتي
must واستخداماتها ونشوف الافعال بتنزل ازاي درجات وايه الحاجات اللي احنا بنحولها في الضمائر وفي التعبيرات الذكريه. Let's go. طيب خلينا نشوف امتى الماست تتغير. ماست احنا قلنا خلاص ان الماست احنا مش هنغيرها تماما لو هي جايه للقانون، لكن امتى نغير الماست؟ بنغير الماست في حالات التاليه لو كان معناها لازم. بس هنا كده بصير المثال ده هيقول لك you must go now، ما هنا لازم تمشي دلوقتي. لو شفنا كلمه now يبقى هنا دي هنا must معناها لازم في الايه؟ في المضارع. في الحاله دي انا هنزل بيها زمن هحولها الى اليو هنا في تقدر مثلا الى اي، يبقى اي هقول must لا، لان هنا must تتحول للماضي هتبقى ماضي فتبقى had to، يبقى I had to go. طبعا ما بتحول حاجه اسمها then. يبقى اذا must تتحول في المضارع الى had to، يعني بنزل بيها للماضي. طيب بالنسبه لكلمه you must go tomorrow، tomorrow مش دي معناها لازم انك تمشي بكره؟ طيب ما هي دي معناها لازم، بس دي للمستقبل. لو المستقبل يبقى هي must في المستقبل هي اصلها دي عباره عن ايه؟ عباره عن will have to will have to، يبقى لما اجي احولها للماضي هتبقى I would have to. اذا هنا طلعت بحاجتين، اللي لو جالي must معناها لازم، دلوقتي في الحاضر يبقى هي تبقى had to ماضي، مضارع had to بقت ماضي had to. لكن لو هي اصلا في المستقبل وانا عايزه اجيبها في الماضي والمستقبل هتبقى would have to، تبقى would have to had to would have to. طب المعنى الثالث ليها اللي هو ايه؟ you must see her in the park، اكيد انت بتشوفها see. هنا تحول المعنى من لازم الى اكيد اللي هو في التنبؤ او استنتاج، يبقى في الحاله دي لا الوضع هيختلف، هنتحول في الاستنتاج الى must have والتصريف التالي. must have والتصريف التالي، يبقى must لو معناها اكيد او must be whatever فهحولها الى must have والتصريف التالي. must have والتصريف التالي. يبقى must ما بتغيرش في القوانين، must بتغير لو هي معناها لازم في المضارع على had to، في المستقبل بعوض عنها would have to، لو في معناها اكيد او اللي هي الاستنتاج يبقى must have والتصريف التالي. في الحاله دي غيرت دول الا قاعده واحده. تعالوا بقى نشوف باقي الدرس ونشوف ايه النقاط المهمه التجربه الماضيه. تمام كده؟ يلا بقى نشوف، يلا بينا نشوف النقطه الجايه. هنشوف ازاي نحول سؤال يس ونو كويستشن، بس خلي بالكم الرابط لما بقول if او whether، لكن في حاجات انا باخد معاها بس whether فقط لا غير. زي ايه؟ لو السؤال فيه سؤال اختياري، يعني اختياري هحط لك اخترت من حاجتين، زي مثلا اقول لك do you like fish or meat؟ fish or meat، خلاص؟ كلام جميل، اهو من قوسين اهو من اقواس. اذا الكلام ده مباشر انا هتقلب عادي خالص، هقول ايه؟ شي asked me، هقوم ربط اشيل اقواس واربط بوزر عشان عندي بس امور بخيرك بين حاجتين، يبقى هنا بحط ويذر الرابط بتاعي ويذر، واللي تتحول الى اي وفيربك في المضارع يبقى احوله للايك ات. ويذر I like it fish or meat. تمام؟ احط النقطة، هي طبعا هنا شي asked me سألتني، اخدت قصد عشان عندي ضمير مخاطب اهو. شي سألتني إذا أنا كنت بحب السمك أو اللحم. يبقى هنا لو في سؤال دور يبقى ما نحطش اف، انا ممكن احط وزر صح او اف الاثنين صح، لكن لا هنا في دور يبقى وزر بس. طب لو هي شي اصلي بس هي سالت وما قالتش سالت مين، يعني شي وندر هي تسالت. ونفس السؤال ده لو في الحاله دي في كلمه وندر يعني ما عنديش هنا بدون مخاطب، قال لك ممكن تحط وزر، اكتبها كده، بتحط وزر اللي فيها 2 اتش بس معاها تو المصدر. She wondered whether to like fish or
احنا هنحسب الألفاظ في جملة أنا هربط بذات. لو سأل يس ونو احنا عندنا if أو whether. لو عندنا استفهام يعني في what أو where هي استفهام حسب ما هي موجودة ايه بربط بيها زي ما هي، وكل ده بجيب بعده كله بعده جملة كاملة.